طب ده يدخلنا بقى في حتة تانية برضو يعني هي غريبة شوية ان الناس عندهم فترة الصيام اللي هي اه من الفجر للمغرب. نعم. ده رمضان، في ناس كده على فكرة. ده رمضان بعد الفطار كل حاجة مستباحة، يعني كأن رمضان ده لغاية المغرب وبعد كده خلاص احنا نعيش حياتنا. وانت عارف يعني الشخصية المصرية بتحب الحرية وتحب تعيش، بس في نفس الوقت سبحان الله نعم متدينة يعني ده حقيقي. بيجمعوا بين النقيضين يعني. فده يعني ده تفسيره ايه، او ازاي الواحد يقدر يتغلب على الحكاية دي؟ هو انا يعني هنتطرق النقطه دي في السياق اللي قلناه، انه اللي بيحصل بعد الفطار هي رساله، يعني نفس الرساله لكن بلغه تانية، لكن هي نفس رساله نفس عله الشهر. عشان بس نفهم المساله، احنا لما جففنا منابع النفس والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يعني حابس ابليس وسجنه عنا. ايه اللي حصل للروح؟ خدت مساحتها. فاحنا دلوقتي بنقدر نقرأ قرآن ونتقرب إلى الله ونعيش بروحانيات جميلة جدا في فترة الصيام، علشان نفهم إنه لما بنفطر الدنيا دخلت، فلما الدنيا بتدخل الروحانيات بتتراجع. احنا بعد الفطار عايز تاكل وعايز تشرب وعايز تخرج وعايز تروح وعايز تيجي وعايز تسقف. في هنا خيمة رمضانية وفي هنا كده وفي مسلسل وفي فيلم وفي حاجات. الدنيا دخلت فالروحانيات بتتراجع. علشان نفهم بس انه القضية كلها في تجفيف منابع النفس. فكذلك لما نيجي بعد الافطار المفروض ان انت تبقى فاهم انه رمضان 30 يوم مش من فجر المغرب، رمضان مكمل. ولذلك العبادة اللي بتتعمل بعد الافطار سبحان الله عليها بيبقى لها روحانيات أعلى من روحانياتك أثناء الصيام. ليه؟ لأنه وأنت صايم أنت خلاص أنت عايش في الحالة الروحانية دي تماما. فالمسألة يعني زي مهيئة، ما عندكش مغريات الدنيا، لا أكل ولا شرب بالزبط. ولا أي حاجة، فأنت فاضي يعني. بالظبط، الدنيا مهيئة، الدنيا صيام والوضع، فالدنيا هادية معاك وأنت كمان تفتح المصحف تقرأ بتصلي، يعني تذكر الله سبحانه وتعالى، بتحس بالروحانيات دي. الوضع مهيئ ليها. بعد الإفطار لا، الوضع بيبقى تقيل، حتى القيام بيبقى تقيل على ناس كتير. لكن سبحان الله بمجرد ما بتدخل في القيام، بمجرد ما تفتح مصحف وتقرأ قرآن بعد الإفطار، بتعيش روحانيات عالية جدا 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 جدا. ليه؟ لأن أنت دلوقتي في الدنيا، في شغل النفس، في الملذات، في كل اللي كان ممنوع منها في الفطار قبل الإفطار أصبح مباح. فأنت اللي فارض ده من نفسك. يعني محتاج قوة إيمان ونفس قوية، يعني تظهر لله إقبالك عليه. يا جماعة رمضان شهر استعراض وعرض، والفائزين فيه ليهم درجات، يعني مش كلهم واحد. والتوفيق لله سبحانه وتعالى برضو مش واحد. القضية على اجتهادك. ما هو القضية هنا ولئن جاءني يمشي أتيته هرولة. إذا أنت بس حاولت تظهر لله إقبالك عليه هتلاقي مدد وهتلاقي عون وهتلاقي من الله سبحانه وتعالى إنعام في إنه يساعدك على هذه المسألة، وهتعيش فيها روحانيات جميلة. فأبدا ما نفهمش إن القضية من فجر المغرب وإنه أكل وشرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. قضية مش جوع ومش قضية نفس وقضية روح. أنت بتهذب النفس وبتقوي الجانب الروحاني وبتقوي الصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فمهم جدا بعد الإفطار حتى الورد القرآني يا ريت يعني نخلي جزء منه أثناء الصيام وجزء بعد الفطار، وسيب جزء بعد الإفطار، علشان تحط لنفسك، يعني تجبر نفسك ان في وراك ما كملتهاش. يعني ده المتعة الحقيقية. يعني الاختبار بعد الفطار أصعب. هو احنا بالظبط هو تقيل، لانه انت كده خلاص الرساله وصلت. انه مجرد دخول الدنيا لو اديت لنفسك مجالها وكل اللي هي عايزاه ورغباتها واكلها وشربها وشهواتها، كل اللي هي نفسها فيه، الروحانيات هتبدا
تقل. هي نفس الرساله واضحه. طيب نجفف الكلام دوت، بنبقى في الصيام جمال جدا. طيب وبعد الفطار الدنيا بتتقل عشان الفكره تثبت عندك. فاحنا محتاجين ان احنا نظهر لله سبحانه وتعالى اقبالنا عليه. نعم. طب ده الكلام ده بيندرج تحت في مقوله كده الشعب المصري اخدها ومشي عليها نهج، اللي هو ساعة لربك وساعة لقلبك. يعني معتبرين ان ده لا، ده مش حرام، يعني ده نعم. انا بعمل العبادات وكل اللي ربنا امرنا بيه، لكن انا برضو عايزه اعيش حياتي يعني. ساعة لقلبك وساعة لربك. ساعة لربك للمتدينين لربك الأول. وساعة لقلبك. ساعة لربك وساعة لقلبك. طيب أنا الكلمة دي هو بالمناسبة ليها أصل. كان في صحابي اسمه حنظلة، فمر بسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وكان بيبكي. فسيدنا أبو بكر قال له: ما بك يا حنظلة، يعني بتبكي لي؟ فقال: نافق حنظلة. فقال له: وما ذاك؟ قال له: اني بنكون عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا ويذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي العين، كأن احنا شايفين الحكاية بعينينا. فإذا انصرفنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبنا إلى أزواجنا وأسواقنا ودورنا فنسينا كل الكلام ده. فسيدنا أبو بكر تفكر في المسألة كده، فقال له: والله إني كذلك. يعني تصدق أنا يعني سيدنا أبو بكر برضو أنا معاك. دعنا ننطلق إلى رسول الله. وذهبوا إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا له اللي بيحصل معه. وحنظلة بيقول له: نافق حنظلة يا رسول الله. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم: والله لو تداومون على حالكم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ساعة يعني دي وساعة. نفس يعني نعم. فهي ليها أصل. ولكن إذا كنت حرفناها أي بالظبط، هي وسعناها يعني بالظبط. إنما ماشي نحرفها باللفظي ما فيش فيها مشكلة، لكن مش بالفعل، لكن بالمفهوم. إذا كنت فاهم إنه ساعة لربك وساعة لقلبك، ساعة لقلبك دي المقصود بيها إنك تسعى للدنيا، تشوف شغلك، تشوف حياتك، مصالح بيتك، مصالح أولادك، وتحرص على ما ينفعك، تطور من نفسك، تدور على نجاحاتك، بالظبط. الحاجات دي كلها. إذا هو ده المفهوم فنعم. وساعة لربك، ونعم لا تنسى الله أبدا. أنت طول الوقت لازم تكون موصول بالله سبحانه وتعالى. ده حتى إذا يعني تعثر عليك إن أنت تذكر الله بلسانك، يعني حاول إنك تبقى قلبك شغال. هيجي عليك وقت هتتقن المسألة دي. ممكن تبقى واقف بتتكلم مع حد في ماتش كورة وقلبك بيستغفر في حته ثانيه خالص. يعني رجعنا برضو في تدريب. نعم. في بالظبط. اما اذا كنت فاهم انه ساعه لقلبك وساعه لربك، اني شويه هطيع ربنا وشويه هعصى، وشويه هعصيه وشويه همشي على السطر وشويه لا، الحكايه ما بتمشيش كده خالص. يعني انا بشكر حضرتك، يعني نورت لنا شويه حاجات كده.